السلام عليكم. اليوم مع مطبخ ام وليد ان شاء الله راح نديرو التيراميسو. هذه الحلوه الفاخره هذه نعرفوها بلي كامل مكوناتها يعني غاليين شويه. اليوم راح ندير لكم تيراميسو باقل التكاليف وباسهل طريقه. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ بطبيعه الحال هذا البسكوي لازم بسكوي بودوار، نحتاجو كميه منه نحسب المول اللي تستعمليه. نحتاج 2 بيض درجه حراره الغرفه. نحتاجو علبه تاع كريم فريش. ها هي، حبيت فقط نفهمكم لانه جاوني تعليقات شحال فيها. هذه فيها 20 سنتيلتر او 200 مليلتر، يعني نفسها 20 سنتيلتر هي 200 مليلتر. يعني احنا هذه متواجده في الجزائر عندنا في الاسواق، ماشي شرط نفس لومبالاج، لكن المهم تجي هكذا بعلب صغار 20 سنتيلتر او 200 مليلتر. قشطه عفوا لا كريم فريش، يعني الكثافه تاعها 35% مواد دسمه. هذه هي اللي تصلح للحلويات. واش راح نحتاج؟ 4 مغارف كبار حتى ل5 تاع السكر عادي، مغرف كبيره تاع قهوه سريعه الذوبان. اللي ما عندهاش طيب قهوه عادي في البريس وتستعملها. اذا نبداو طريقه التحضير مباشره. نحكم البيض تاعي، ندير له قرصه ملح كما قلت لكم، لازم درجه حراره الغرفه. ندير له قرصه ملح باش يطلع لنا ونطلعوه على شكل ثلج. اذا هنا بعد طلع لنا البيض نبدا نزيد في السكر غير بشويه ونطلع في البيض تاعي حتى نكملو، يعني نخدم اون مورين. اذا هنا وطلع لنا البيض تاعنا كما راكم تشوفوا. هنا واش ندير؟ هنا راني موجده قدره تاع الماء فوق النار، نطيبوه في حمام مائي ونبقى نخلط بالباتور حوالي مده 8 حتى ل 10 دقائق باش نعقموا البلوندور تاعنا وتطلع لا مورين تاعنا. هنا كما رانا نشوفوا ها هو الحمام المائي تاعنا. ندير الطبسيل تاعنا فوق النار ونبقى نخلط بالباتور حوالي كما قلت لكم من 8 حتى ل 10 دقائق حتى تشوفوا هذيك المورين هذيك تاعنا جمدت مليح وطلعت. اذا هنا تشوفوا بعد ما مرت 10 دقائق راح نطفي عليها. راح تلاحظوا لا مورين تاعكم انها طلعت ولات يعني تبريي. هنا راه تعقم لنا البيض تاعنا. اذا نحبس وطفيت النار ونحيها. اذا هنا نحكم لا كريم فريش تاعي، نحيها من العلبه، لازم تكون بارده. نديرها في طبسي اخر يعني هذه هي اللي حتعوض لنا الماسكربون، لان الماسكربون غالي. وهذا هذه الوصفه يعني ارخص بكثير من الوصفه الاصليه، لكن طعمها روعه. هنا ننصحكم نستعملوا لا كريم فريش لانه حيعطينا الطعم تقريبا كما التيراميسو. لكن الا ما عندكمش واش راح نديروا؟ نقصوا السكر في لا مورين، ديروا يعني 3 مغارف فقط، وديري كاس تاع لا كريم شانتيي مع كاس الا ربع تاع الماء او الحليب وطلعيها. اذا نطلع هذه نفس الفوي ماشي شرط، نطلع لا كريم فريش تاعنا. هنا بعد ما طلعت لي لا كريم فريش تاعي ندير حوالي مغرف صغيره تاع لا فاني ليكيد او بودره، يعني واش عندك، ونخلطها. بعد ما طلعت لي لا كريم تاعي فريش نبدا نضيف بشويه لا مورين. هذيك لا كريم فريش تاعنا غير بشويه وندخلها، يعني غير بالعقل نخلطوا باش ما يهبطوناش الكريمات الاثنين. اذا نضيف يعني هنا البيض راه معقم، اللي ما يحبوش ياكلوا البيض خضر لهنا ما كنتش عين تحسوا به لانه طيبناه في حمام مائي. اذا نخلط مليح لا كريم تاعنا. اذا راح نكمل لنا العمليه غير بالعقل. نضيف البيض تاعي حتى نكملو ونرجع لكم باذن الله. اذا ها هي الطبقه الاولى تاعي وجدتها. هنا معليش ديروا الانصاص، يعني ماشي شرط، المهم نعمروا الطبقه التحتانيه بلو بسكوي. اذا ندير نص الكميه تاع الكريمه تاعنا اللي تحصلنا عليها ونمشيها فوق لو بسكوي تاعنا غير بالعقل. بهذه الطريقه
والله الكريمه خفيفه بزاف، حتى الذوق تاعها ما شاء الله. اللي يحبوا التحليات ان شاء الله راح تنال اعجابهم. كاين بزاف اللي يطلبوا التحليات حتى في فصل الشتاء يحبوهم. اذا نديرو كطبقه تاع الكريمه، نسويها مليح، ونزيد طبقه تاع لو بسكويت تاعنا اللي نشربو. يعني نخالفوا الطبقه الاولى درناها بهذه الطريقه، الطبقه الثانيه نخالفوا بهذه الطريقه. انا حنكمل كامل نغلف المول تاعنا. هنا بعد ما كملت الطبقه الثانيه تاع لو بسكويت ندير طبقه تاع كريمه. اذا نسوي مليح السطح تاعنا وندخلها الثلاجه حتى تبرد تماما باش نزينها بلو كاكاو من الفوق على الوجه تاعها. اذا بهذه الطريقه. اذا راح نسقمها مليح الوجه تاعها وندخلها الثلاجه تبرد حوالي على الاقل يعني 4 سوايع، ماشي اقل من 4 سوايع باش تشد روحها مليح ونقدمها لكم باذن الله. اذا ها هي التحليه تاعي. انا للامانه خليتها ليله كامله في الثلاجه. ومن بعد واش ندير، راح نحكم انا بودره تاع الشوكولا نديروها في الحليب تاع دراري صغار. هي في الاصل يعني كاكاو بودره نديروه من الفوق، لكن انا عندي دراري صغار ما ياكلوش المر، لهذا ندير الشوكولا تاع الحليب. وانتم لكم الاختيار واش ديروا، شوكولا تاع الحليب او ديروا الكاكاو كما حبيتوا، يعني كل وحده على حسب الذوق تاعها واش ياكلوا افراد العائله تاعها. اذا ندير لها على الوجه تاعها نعمر لها كامل الوجه تاعنا. كما قلت لكم اللي تحب الكاكاو تستعمل الكاكاو احسن. ونحيها من المول تاعها. بسم الله. اذا بالموس صاير داير. اذا ونحي غير بالعقل نجرب نجبد لي المول تاعنا. اذا ها هو التيراميسو تاعنا واجد، يعني شوفوا الشكل تاعو ما شاء الله. على هذا قلت لكم خلوه يبات باش يعطينا افضل النتائج. ها هو امامنا، والمول يساعدنا بزاف في العمليه. نتمنى انكم تشروه، والله الثمن تاعو ماشي غالي، يعني شريه وخليه في البيت تاعك تستعمليه بزاف في وصفات. اذا ها هو التيراميسو تاعنا بعد ما شبحته. تزيين اختياري، ها هو امامنا، تقدروا ما ديروا له ولا شيء على الوجه تاعو. اذا راح نقسم لكم شويه باش تشوفوا كيفاش جانا. بسم الله. بهذه الطريقه نقسم قطعه انها يعني تعتبر من التحليات الراقيه. اذا نحيها امامكم هذا باش تشوفوا يعني. بسم الله. اذا ها هي التيراميسو تاعنا واجد، ها هو امامكم. شوفوا كيفاش يجينا، والله غير روعه. بالمناسبه يعني نحب نهدي هذه التحليه لاختي شقيقتي يعني نوال، تحب بزاف هذه التحليه، نهديها لها خصيصا، ونهديها ايضا لكل عاملات زميلاتها يعني العاملات بمستشفى ولاد محمد بولايه شلف، ونحييهم جميعا ونهدي لهم هذه التحليه حتى هما. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. نقسم لكم شويه باش تشوفوا منها كيفاش جانا. ها هو امامكم تيراميسو تاعنا. يا سلام، شوفوا هذيك الكريمه تاعو تجي بزاف بنينه وتجي خفيفه. ولا عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.